اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. بنستكمل معاكم حواراتنا في هذا الصباح. حوارنا الان عن معرض الكتاب الذي سيقام في الإسكندرية. طبعا احنا عارفين ان معرض الكتاب الاشهر على مستوى مصر والاشهر على مستوى العالم، يعتبر ثاني معرض كتاب في حجم المشاركة على مستوى العالم بعد معرض فرانكفورت. هو معرض الكتاب الدولي بالقاهرة اللي بيعقد في قاعة المؤتمرات في المعرض الدولي، بيبقى من يوم 27 يناير ل 10 فبراير. هذا المعرض من المعارض المهمة زي ما قلنا. معرض اليوم إن شاء الله هيتم افتتاح معرض الكتاب بالإسكندرية، معارض الكتاب والثقافة والتعامل مع المثقفين ونشر والعودة إلى الكتاب والقراءة، سواء الكتاب العادي اللي بين إيدينا أو الكتب الإلكترونية الحديثة. هو هيكون حوارنا الوقتي وهيشرفنا فيه الدكتور عزوز علي اسماعيل الناقد الادبي. صباح الخير يا دكتور واهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا فندم، وصباح الامل وصباح الثقافه على مصر، ومن عرس ثقافي الى عرس ثقافي اخر ان شاء الله. دكتور، لو احنا اتكلمنا عن بدايه اهميه معارض الكتاب، يعني معارض الكتاب هل هي فكره توزيع الكتاب ونشر ثقافة القراءة مرة أخرى، ولا هي زي معرض القاهرة كده بيبقى ندوات ثقافية وتفاعليات واحتكاك العامة بالمثقفين والأدباء؟ تمام. الهدف من المعرض، أي معرض ثقافي خاص بالكتاب، هو نشر الثقافة، نشر الوعي، التبادل الثقافي بين الدول إذا كان معرضا دوليا مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب. الفعاليات الثقافية المتعددة التي دوما تكون في المعارض الأدبية، سواء كانت معارض خارج مصر أو داخل مصر، أهم ما فيها هو الكتاب نفسه، مبيع الكتاب نفسه للمثقف، للجمهور، للذين يريدون التثقيف والقراءة. معرض الإسكندرية للكتاب في حلته الرابعة أو في نسخته الرابعة سيفتتح اليوم، ويقوم وزير الثقافة الأستاذ حلمي النمنم والأستاذ الدكتور هيثم الحاج ومعهم الدكتور محمود الضبع طبعا، والمنسق الثقافة الأستاذ مصطفى غنايم، اليوم بافتتاح هذا المعرض السنوي والذي دشنه قبل ذلك. ولا بد أن نذكر بإنصاف الدكتور أحمد مجاهد، وهذه النسخة الرابعة. ولا بد أن نفرق بين معرضين في الإسكندرية، معرض الإسكندرية للكتاب ومعرض مكتبة الإسكندرية، لأن معرض مكتبة الإسكندرية دائما بيكون في نهاية شهر مارس وأول شهر أبريل، وكأننا في عرس ثقافي، ننتقل من عرس ثقافي إلى عرس ثقافي آخر. والجدير بالذكر أن هناك في شهر مارس القادم أيضا 8 معارض للكتاب في مختلف محافظات مصر. لو يعني سريعا كده تذكر لنا اهم المحافظات اللي هيكون فيها معارض الكتاب برضه عشان الناس تعرف، لو عارف موعدها يبقى تمام. يعني تقريبا يعني في 10 مارس هيكون في السويس، وفي دمنهور هيبقى في معرض، ويعني معظم المحافظات الام تقريبا اللي هي المناطق مثلا الصعيد، مناطق القناه، مناطق معارض ثقافيه. تمام. طيب، بنتكلم عن معرض اسكندريه النهارده. فكره ان اسكندريه طبعا العاصمه الثانيه لمصر الثقافيه والاقتصاديه، اهميه المعارض الاحتكاك الثقافي ما بين اهل اسكندريه والمناطق المحيطه بها بالمثقفين بقى، اذا كانوا جايين من القاهره او جايين من المدن الثانيه. يمكن الجدير بالذكر ايضا في هذا المقام ان معرض الاسكندريه للكتاب صنع خصيصا من اجل اهل اسكندريه، نظرا لبعد المسافه الى حد ما عن القاهرة، وأن بعضهم قد لا يأتي إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب. وبالتالي كانت فكرة رائعة في أن تكون هناك أو أن يكون هناك معرض للكتاب في الإسكندرية، لأن هناك كتابا من الإسكندرية على مستوى عالي ورفيع من الثقافة. ودائما في مثل هذا المعرض من كل عام يكرم فيه رموز الثقافة من الإسكندرية. يمكن هيكون في حفلات تأبين في ضمن فعاليات الثقافة للكاتب الكبير خالد السروجي وصبري أبو علم وهؤلاء الأعلام الذين نبغوا ونشأوا في الإسكندرية. فعاليات أخرى ضمن الفعاليات تبدأ حضرتك من الساعة 2 بعد الظهر حتى 9 ليلا. هذه الفعاليات كل لها 4 فقرات يوميا. هناك فقرة غاية في الأهمية، والفقرة الأولى تحديدا من الساعة 2 حتى 4، وتكون في عرض سينمائي لذاكرة الجيش المصري وانتصارات الجيش المصري، ثم بعد ذلك الندوات الأدبية والفكرية التي تتوالى
عبر اليوم. طبعا فيما يقارب 10 أيام في هذا المعرض سوف يكون فيه زخم ثقافي راق كما هو الحال في الأعوام الماضية. والجدير بالذكر أيضا والجديد في هذا العام أن العام الماضي عام أتذكر كان في مسرح محمد عبد الوهاب، وهذا العام بجوار مكتبة الإسكندرية تحديدا في منطقة الكوتا في المزاريطية بالإسكندرية. طيب لو احنا بنتكلم على مكتبة الإسكندرية، معروف أن مكتبة الإسكندرية غير ان هي المناره الاولى للثقافه والعلم في العالم، مكتبه اسكندريه الحديثه فيها فعاليات كتيره وفيها دايما موجود الكتب. صحيح. عوده الشعب والعامه للقراءه والاستفاده من المكاتب العامه، وخاصه لو مكتبه عريقه زي اسكندريه، وعودتهم لمعارض الكتب، شايف ان في عوده وخاصه طبعا من الشباب، ولا ما زالت الامور برضو متأخرة شوية بالنسبة لنا؟ لا، يوجد حراك ثقافي رائق خاصة في هذه الآونة، وإقبال غير مسبوق من الشباب خصيصا على مثل هذه المعارض. يجب أن نعلم ونعرف جميعا أن الثقافة هي القاطرة التي تأخذ بيد البلاد إلى الأمام. الثقافة هي الطريق الوحيد الذي ينير للآخرين الطرق الأخرى. كما قلت سابقا في برنامج سابق أن الثقافة هي ضلع مثلث، وهناك ضلعان آخران، هو المستوى الاقتصادي للبلد ثم القوة الحامية لهما. إذا اكتملت هذه العناصر الثلاثة في أي بلد من البلدان فاحكم على هذا البلد أنه بلد حضاري. نعم. كما قال الكاتب الصيني الشهير كونفوشيوس: الكتاب أولا وأخيرا. وتأكيدا على كلام حضرتك، كان يعني معرض الكتاب السنة دي كان الراية العامة ليه والثقافة في المواجهة. طبيعي، الثقافة في المواجهة. وبالمناسبة أنا كان ليا في معرض القاهرة الدولي للكتاب السابق 5 ندوات تقريبا في مناطق مختلفة من المعرض، في القاعة الرئيسية وفي المقهى الثقافي وفي المائدة المستديرة. كل هذه النقاشات عملت على إثراء الروح الثقافية في المعرض. لك أن تتخيل أستاذنا الكريم أن معظم مرتادي المعرض أصبحوا الآن على وعي وعلى دراية كاملة بأن هناك فعاليات ثقافية يجب أن تكون موجودا فيها، وهو ما شاهدته بالفعل في أثناء يعني مش مجرد ان احنا نروح نحضر المعرض عشان نشتري كتب فسحة. يعني هناك من يجعل هذه الزيارة للمعرض مجرد فسحة أو ترفيه، ونعم فسحة وترفيه، ولكن في الوقت نفسه الهدف الأساسي هو القراءة والاستزادة من القراءة. الثقافة عنصر مهم في حياتنا وفي حياة كل الشعوب بصفة عامة. طب يا ترى لحضرتك في ندوات في معرض اسكندريه؟ المعرض انا هروح اسكندريه ان شاء الله يوم 29 مارس تحديدا، في معرض مكتبه الاسكندريه. معرض مكتبه الاسكندريه ليا فعاليه هناك، وسأناقش عملا ادبيا في مختبر السرديات في مكتبه الاسكندريه. تمام. ودائما اذهب الى مكتبه اسكندريه سواء كان في معرض او ما كانش في معرض. يعني المعرض ده تقريبا فعالياته ما بتتضمنش استضافه موزعين. لا في يعني سوف يكون في هذا المعرض ما يقارب من 120 ناشرا مصريا تحديدا، وهو يعني يكتفي هذا المعرض بالناشرين المصريين. مش من الموزعين، انا بتكلم يعني ليه الناشرين فقط ما بيجيش موزعين؟ يعني معرض القاهره بيبقى فيه ناشرين وموزعين، لكن ده بيكتفي بالناشرين فقط. يعني في هدف من ده مثلا؟ يعني قد يكون لخصوصيه هذا المكان ولاقليميه هذا المكان، وده برضه بيجرنا الى ان هناك معارض اخرى سوف تقام في شهر مارس القادم، وسوف تكون على مثل هذا القدر ومثل هذا الموزعين. تمام. طيب لو احنا بنتكلم على أهمية إحياء الثقافة والفكر والمعارض الثقافية على مستوى الجمهورية، بس على اسكندرية بس، يعني خلونا نتكلم عندنا مدن القناة ليها ثقافتها المختلفة، وبرضو ممكن تكون بعيدة شوية عن القاهرة عشان يجوا يحضروا معرض الكتاب. مناطق الصعيد، لو احنا بنتكلم صحيح. عن المناطق البعيدة في الصعيد زي أسوان والأقصر ومنيا وسوهاج وأسيوط، ده حضرتك اللي احنا بنطالب وزير الثقافة أن تكون في كل منطقة من مناطق الصعيد معرض ثقافي كل عام، وأن تكون المعارض على مستوى العام. يعني لا ننتهي من معرض القاهرة الدولي ونستنى بقى السنة الجاية العام القادم ليأتي المعرض الآخر. لا، علينا أن تكون هناك فعاليات ثقافية. طبعا في فعاليات ثقافية كثيرة وفي الندوات وفي المنتديات الأدبية، ولكن علينا أن نكثر منها خاصة في مناطق الصعيد. وكما ذكرت حضرتك في المناطق الشمالية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، طبعا في حراك ثقافي سينا. في هذه طبعا سينا التي نسيناها كثيرا. يجب أن نعود إلى سينا. والجدير بالذكر إذا سمحت لي
مبادرة كتاب ورغيف للدكتور عما أتذكر الدكتور عاطف عبيد رئيس مؤسسة بتانة الثقافية، ده صاحب هذه الفكرة، وقد تبنتها وزارة الثقافة ممثلة في الأستاذ حلمي النمنم، وكانت في معرض القاهرة الدولي أيقونة ثقافية جديدة. أنت يعني بالاشتراك طبعا مع وزارة التموين وخاصة بالبطاقة التموينية، من معه بطاقة تموينية يستطيع أن يشتري كتابا وعليه خصم 90%. 90%. نعم، ده كان في معرض القاهرة فعلا، كان في معرض القاهرة، ويمكن دي من أهم الإنجازات الخاصة بالمعرض، وقد بيع ليس أقل من 80,000 جنيه خاصة بهذه الجزئية من وانظر الى اتفاق بين وزاره التموين ووزاره الثقافه ومعظم فعلا. يعني نحن بنأكد ان الثقافه هي غذاء للروح زي الغذاء اللي احنا بناكله العادي. ما هو انظر حضرتك الى كلمتي كتاب ورغيف. الكتاب يمثل الحالة الثقافية التي نصبو إليها ونربو إليها، بينما الرغيف الذي يمثل الحالة الاقتصادية، ثقافة واقتصاد. نعم. هذان عنصران مهمان في أي بلد، وزي ما قلت هم ضلعين من أضلع المثلث. نعم. الحياة العادي. طيب دكتور عزوز، بما أنك ناقد فني، هل أنت شايف أن عفوا ناقد أدبي، هل أنت شايف أن المثقفين في المناطق اللي خارج القاهرة وخارج اسكندرية مظلومين؟ ليس هناك ظلم، يعني هم ما بيبقوش معروفين، ما بيروحوش ما عندهمش المقاهي الثقافيه زي يعني كده. عباس محمود العقاد من اسوان. لا بس يعني احنا كنا في فتره التنوير في مصر كلها، احنا بنتكلم على الفتره دي. في هذه الفتره تحديدا كل منطقه من مناطق مصر بشكل عام فيها منتديات ثقافيه. قد يكون هناك، احنا عندنا يعني دور الثقافه مثلا، قصور الثقافه في اكثر من 575 قصرا ثقافيا في على ارجاء الجمهوريه. احنا برضه لازم نكون منصفين ان هي في الفتره اللي قبل الثوره وبعد الثوره على طول كان دورها يعني ضعيف جدا، ونتمنى وهو بدات فعلا ترجع، ولكن ما زال الكثير امامهم عشان يوصلوا لما نهدف منه، ان دي تتحول لمنارات ثقافيه داخل كل منطقه. ممكن تشكل وعي قوي. صح. يعني حضرتك عندك يعني اكثر من يعني اقل من 600 قصر ثقافه، ده لوحده يشكل وعي شباب. انشر افلام وثائقيه عن مصر، هات لي جبل سانت كاترين اتكلم عنه، المناطق السياحيه اللي احنا بنقول السياحه. طيب تكلموا، اعمل قناه في التلفزيون المصري يكون عنوانها دير سانت كاترين مثلا. هذه المناطق، الجبل الذي تحدث فيه سيدنا موسى مع ربي، هذه المناطق يعني الكل سيذهب الى هناك. عايز اقول لحضرتك على المبادره التي كانت بعنوان رغيف وكتاب، يجب ان تتبعها مبادرات اخرى. ما الذي سيحدث لنا لو ان هناك في محطات القطارات مكتبات للكتب، ياخذ المسافر كتابا يقراه ثم ينزل في المحطه الاخرى يتركه، وفي المترو نفس الحكايه، كما هو الحادث في المانيا وفي بلاد كثيره في العالم. هذه مبادرات تنمي الثقافه. الثقافه هي الروح للانسان، الثقافه هي الطريق الاوحد والذي سينير لنا الطرق الأخرى المظلمة. نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات التي سيكون لها أثر بشكل كبير في المستقبل وتكوين المستقبل لمصر، لأن المستقبل ليس زمن ننتظره بل واقع نصنعه. تمام. طيب دكتور عزوز، لو انت بتكلمني عن الفترات المظلمة، واحنا دلوقتي بنشاهد فعلا تحديات كبيرة بتواجه العالم العربي من تفكك وحروب داخلية، و يعني أحد الكتاب الأمريكيين أطلق عليها الحرب الصليبية الثانية على الإسلام، والكثير من المواجهات. عندنا طبعا زي ما سيادة الرئيس طالب بتجديد الخطاب الديني، هل احنا محتاجين لتجديد الخطاب الثقافي أيضا؟ الثقافة بوجه عام معظم المثقفين يعرفون الطريق، ولكن الآليات، السبل، المساعدات لنشر الثقافة، نشر الثقافة. حضرتك يعني تخفيض اسعار الكتب. الكتب قد تكون في ازدياد، والكل ينتظر مثل هذه المعارض من اجل شراء كتاب معين. انا انتظر حتى اشتري بعض الموسوعات لانها غاليه بره، فانتظر هذه المعارض. التخفيض في قيمه هذه الكتب الكبيره سيأخذ بايدينا الى القراءه بشكل عام. والثقافه كما قلت هي القاطره وهي الطريق،
الذي سينور لنا طرقا عديدة وهي الثقافة. طب كتير بيقولوا ان معرض الكتاب السنة يعني معرض القاهرة الكتاب السنة دي كان فيه نجاح ملحوظ. نعم والجدير بالذكر في هذا المقام أن طبعا كان ليا لقاءات عديدة في التلفزيون المصري في قنوات متعددة عن اللقاء المصري الصيني وتدشين العام الثقافي المصري الصيني، وده نقطة غاية في الروعة غاية في الأهمية. وكون أن رئيس الصين يأتي إلينا، أي نعم نقول نحن اعترفنا بدولة الصين في عام 56 عما أتذكر، ولكن ومصر كانت لها الريادة حينما أرسلت إلى الصين كي يأتوا ببعثات إلى مصر للدراسة في الأزهر وما إلى ذلك. هناك حراك ثقافي كان في معرض القاهرة الدولي للكتاب الماضي، وكنت يعني في غاية في السرور حينما رأيت الصينيين يأتون إلينا ويتحدثون عن ثقافتهم. ولنا في كتاب الرئيس الصيني الإدارة، يجب أن نتعلم الإدارة من هذا الرجل. تمام. طيب خلينا نرجع لفكرة التحديات اللي بتواجه المجتمع العربي، وحضرتك قلت ان الثقافة هي القاطرة بالإضافة إلى القاطرة الاقتصادية. لن نكتفي بالاقتصاد ولكن يجب أن تكون لنا ثقافة. نعم. وزي ما اتكلمنا عن التحديات وإعادة الوعي الثقافي وإعادة الأفكار الجديدة والقديمة والثقافة والمفاهيم والمتوارثات والمعروف عليه عشان نحارب الإرهاب. تمام. الثقافة هي الطريق الأوحد من أجل نشر الفكر السوي، الفكر السليم، ويجب أن يختار الذين يتحدثون في المنتديات الكبرى. نعم. وإلقاء المحاضرات. الثقافة من هذا المنطلق هي التي ستعرف لنا طبعا في القرى والنجوع آلاف مؤلفة من الشباب. والثقافة لا تقتصر على الكتاب فقط، احنا عندنا ثقافة سينمائية وثقافة مسرحية وثقافة غنائية وثقافات متنوعة. الفن عموما أو الموسيقى يعني إذا أردت كما قال أيضا كونفوشيوس الصيني، إذا أردت أن تبحث عن ذوق شعب من الشعوب فابحث عن موسيقاه. كما قلنا في السابق أيضا الفن وكل ما يحيط به من ثقافة وفعاليات ثقافية وإنتاج. لابد أن نطلق على هذه الثقافة إنتاج. الثقافة كما قلنا الثقافة في المواجهة، نقول الإنتاج. مصر بلد عظيمة وبلد كبيرة، يا فتية النيل هذا النيل مستمع ومصر ناظرة والشرق منتظر، كنانة الله كم أوفت على خطر ثم استقرت وزال الخوف والخطر، كم توالت على أرضها ومصر باقية والشمس والقمر. بالطبع مصر باقية. أنا بشكرك دكتور عزوز علي إسماعيل الناقد الأدبي على وجودك معنا، وطبعا أهمية الثقافة زي ما حضرتك قلت، وإن هي قاطرة المستقبل بالإضافة أو بجانب القاطرة الاقتصادية. مشاهدينا الكرام، ده كان حوارنا عن معرض الكتاب الدولي اللي هيعقد في اسكندرية النهارده لمدة 10 أيام زي ما دكتور عزوز قال لنا، ويعني أهل اسكندرية طبعا هم أكيد عارفين مكانه، ونتمنى لكم يعني معرض سعيد ومفيد. مشاهدينا الكرام، الساعة 9 خلونا نطلع لفاصل سريع وتنضم إلينا الزميلة ليلى عمر بآخر الأنباء.